يا مساء الخير، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. أنا أمل. اليوم حاعمل معاكم كيكة الكريب. زي ما انتم شايفين لوحة فنية مرة لذيذة وخفيفة، فنقول بسم الله. أول حاجة حأبدأ بخليط الكريب. في خلاط الجك ححط بيضتين مع ملعقة كبيرة فانيلا وكوب حليب سائل، وححط ملعقتين زيت نباتي وملعقتين سكر. المكونات ترى مكتوبة تحت في الديسكريبشن، ورشة ملح، وآخر حاجة هحط 2 كوب دقيق. المكونات كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة علشان يعيش معاكم الكريب مدة أطول. المهم حخلطها وأوريكم كيف. هذا هو قوام اللي حوصل له، سايل مايل للسيلان أكتر. ففي طاوة على نار من هادية إلى متوسطة حأدهن زيت على القاع كله. هحاول كده يعني أغلفها بالزيت أو بالزبدة، وبعدين حأصب كمية ما هي كتيرة من الخليط الكريب، وبيدك كده خفيفة آه، أحركها كده وأخليها داير ما يدور الطاوة زي ما انتوا شايفين. وبس تستوي، لا تحركوها أبدا، بس تستوي وكده تتغير لونها خفيف كده من تحت. شوفوا كيف هذا اللون. حقلبها، وطبعا لما تقلبوها ما راح تاخد معاكم وقت، يعني يدوبك دقيقة واحدة، وحاشيلها على الشبك تبرد. وحكرر الخطوات لين لما تخلص معايا خليط الكريم. وبس دحين حاسوي الكريمة مرة لذيذة وسهلة. 6 مكعبات جبنة كريمي مع ملعقة كبيرة، قصدي كوب كريمة خفق، وتلت كوب نستلة حليب مكثف ومحلح. اخلطهم مرة كويس. برضو مكونات مكتوبة تحت في الديسكريبشن لين لما تتنفش كده. وحطيت ملعقة كبيرة فانيلا اختياري، بس حتدي طعم مرة لذيذ. وبس شايفين الخليط صار مرة تقيل، حوريكم كيف. هذا هو الخليط اللي لازم أوصل له. دحين حأبدأ أجمع الكيكة. عندي هذه صينية التشيز كيك المتحركة القاعدة، أخذت بس الحواف حقتها حطيتها في صحن. وعندي هنا فراولة مقطعة شرايح، وعندي هنا بسكوت مكسر. هذول الفراولة والبسكوت المكسر للحشوة تقدروا تلعبوا فيها. والكريمة، طبعا الكريمة حاخد منها ملعقة كبيرة للزينة، حخليها على جنب علشان لا استخدمها. وبس حأبدأ دحين ححط الكريب على الحواف، على داير ما يدور حواف الصينية، نصها برا ونصها جوا زي ما انتم شايفين. اهم شي كده بس تمسكوها من الحواف علشان تاخد شكل الكيكة. وبعدين في النص ححط حبة علشان يعني يكون شغلنا نظيف. ايش بكم انتم، حسوي كيكة. المهم حطيت تقريبا ملعقتين كبار من الكريمة، وحأبدأ أساويها. وححط فوقها حشوة، حطيت زي ما قلت لكم بسكوت مكسر، أدى طعم والله مرة لذيذ. وبعدين حطيت برضو شريحة تانية من الكريب، وبعدين رجعت مرة تانية حطيت كمية من الكريمة. طبعا حسوي 3 طبقات ودهنتها كده مظبوط. فهذه الطبقة اللي في النص ححط شرايح فراولة. يمديكم تحطوا مانجو، ما ادري، حسيت المانجو حيكون لذيذ مع الفراولة بعدين حطيت اخر طبقة من الكريب، وبعدين حطيت شوية من الكريمة او الباقي من الكريمة كله. وبعدين البسكوت برضو كحشو ممكن تستغنوا عنه. وبعدين قفلت الحواف كلها زي ما انتم شايفين. وبس حدخلها على التلاجة. أنا خليتها ليلة كاملة، حطيت فوقها صحن علشان تتماسك. أو ممكن 5 ساعات أقل حاجة. وبس بعد ليلة كاملة أنا في التلاجة. بيني وبينك كنت خايفة، أبغى الشكل اللي في راسي، عرفتوا؟ فمبدئيا كان الشكل اللي في راسي إلى الآن. حطيت الكريمة اللي قلت لكم شلتها من نفس الكريمة حقت الحشوة، حطيتها على الوش. وعندي فراولة قسمتها بالأنصاص زي ما انتم شايفين. شكل الفراولة كده وهي مقسمة بالنص حلوة، مدية فريش للشكل، حلوة. وحطيت بلو بيري، وبرضو عندي كندر قسمته وحطيته. ممكن كمان تزينوها بآيس كريم ساندويش، تقسموه مكعبات صغيرة وتحطوها، ترى برضو حيكون شكلها حلو. بس هذه كده شكلها مرة حلو. شوفوا كيف منظرها يجنن. تعرفوا أنا متحمسة أقسمها، متحمسة أكتر حاجة. أبغى أعرف كيف شكلها من جوا، هل حتكون زي ما أنا أبغى ولا لأ. شوفوا منظرها، فنانة. ايوه انا فنانة، ما شاء الله تبارك الله، طلعت مرة ظابطة. شوفوا كيف الطبقات ومتماسكة ومترتبة. لا من جد شغل معلمين. المهم انا مو مرة من محبين الكريب، بس من بعد هذه الكيكة بالذات انا مرة احب الكريب. لذيذة طلعت وخفيفة، عكس الكيكات اللي بندوقها، حتى اصلا طعمها غير وباردة حقت صيف. فجربوها مرة لذيذة، وإن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ولا تنسوا تلايكوا لي هو. وبس.